الحرية في السما عالية مضوية، طلعت شمس الحرية في السما عالية مضوية. بإيماننا وعلمنا تاني هنرجع مصر قوية. حرية وعدالة، حرية وعدالة، حرية. أيها الحضور الكريم، حزب الحرية والعدالة حزب أنشأته جماعة الإخوان المسلمين ليكون حزبا لكل المصريين. أيها الأحباب، ومع كلمة تهنئة بافتتاح الشعبة لأحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة بأبو المطامير الأستاذ مصري كشيك، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام، اسم حزب الحرية والعدالة بمركز أبو المطامير نقدم تهانينا لإخواننا الكرام بافتتاح هذه الشعبة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فاتحة خير على هذه المنطقة، وفاتحة خير على مصرنا العزيزة، وفاتحة خير على الأمة بأسرها. أيها الإخوة الكرام، كما نهنئ أنفسنا جميعا بافتتاح هذا المقر العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون له ما بعده، نرحب بأخوينا الكرام الأستاذ محمد شويدان، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما قوى ظهره في فترات عصيبة أن يقوي ظهره في فترات الانفتاح. كما نرحب بأستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد بالتاجي، رمز من رموز هذه الثورة المباركة، وأيضا رمز من رموز حزب الحرية والعدالة. إن هذا الحزب نشأ من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وأسسته جماعة الإخوان المسلمين لكل المصريين. وإن كان هذا الحزب هو الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، فالمعروف لدى الناس والقاصي والداني أن العمل السياسي لوث بالنفاق، لوثوه الذين لا يستحقون التقدير ولا الاحترام ولا الوجود على وجه الأرض. ونحن نقول أن في هذا الحزب حينما نعمل بالسياسة إنما نتعبد إلى الله عز وجل بهذا العمل، لا نبتغي شهرة ولا نبتغي منصب. ولذلك اعتنت الأحزاب قديما بالنواحي المادية وبالخطط التنموية، وإن هذا الحزب قد اعتنى بذلك بالنواحي المادية والنواحي التنموية، لكنها لم تغفل ناحية الإيمان وناحية الأخلاق. إن الضابط الوحيد والحقيقي للعمل السياسي في هذا المجتمع هو الإيمان بالله عز وجل وبالأخلاق الكريمة. وحينما انعدمت هذه الأخلاق وانعدم الإيمان لوث هذا العمل الذي نحن نتعبد به إلى الله عز وجل. وإن كانت لنا من كلمة في هذا الشهر العظيم المبارك، شهر الشوال، حدث للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حادثة وهي غزوة بدر. حينما داهم العدو هذه المدينة المباركة، اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وعقد مجلسا استشاريا ليستشير الصحابة في هذا الأمر. وكانت الأغلبية أن تخرج الصحابة من المدينة لملاقاة العدو، مع أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث في المدينة ولا يخرج، لكن النبي نزل على أمر الأغلبية لأن يخرج وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الموكل بالوحي في غزوة أحد، الموكل بالوحي، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الصحابة وعلى رأي الأغلبية. وأقول لكل من يسمع وكل من يتآمل، أيا كان صنفه وأيا كان نوعه، إن العالم وإن شعب مصر قد خرج في استفتاء عظيم مبارك بأغلبية ساحقة. لن نسمح بالاتفاق على رأي الشعب وعلى رأي الغالبية، أيا كان هذا النوع وأيا كان صنفه وأيا كان شكله وأيا كانت بناؤه، فنحن سننزل على رأي الأغلبية مهما كانت آراؤهم. فإن حزب الحرية والعدالة سيتبنى آراء الجميع وسينزل على رأي الأغلبية مهما كان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم